فاضل اخر ويف في الكيو ار اس اللي هي اسمها الاس. الاس هنا بقى بتمثل ايه؟ لسه في حاجه هنا ما اتكهربتش في الفنتركل يا جماعه. posterior سايد لسه الكهرباء بتلف لورا. تمام. فلما تلف لورا كده بتبعد عن مين؟ عن الموجب. فالاس ويف دي بتاعت البوستيريور والبيز بتاعت الهارت تترسم لتحت ولا لفوق؟ لتحت. فيرسم لي ويف عامله كده وسموها الاس ويف. يبقى الاس ويف بتمثل ايه؟ ممكن تقول لي البيز قاعده الفنتركل والبوستيريور سايد بتاعه. ده اسمه الايبكس قمه الفنتركل. ده اسمه البيز والبوستيريور. خليها بوستيريور عشان ما يتلخبطش. يبقى الكيو بتمثل ايه على القلب؟ سيبتم كونتراكشن. الار بتمثل ايه على القلب؟ الفنتركل كونتراكشن، او هنقول الايبكس كونتراكشن ايا كان. والاس البوستيريور سايد بتاع القلب. معنى الكلام ده ان الكيو ار اس كلها بتمثل فنتريكولار كونتراكشن كله. ولكن لو انت عايز تفصصه فكيو عباره عن سيبتم كونتراكشن، ار عباره عن الايبكس او قمه الفنتركل من تحت، الاس عباره عن البوستيريور سايد اوف ذا هارت. بس عشان انت كنت في ثانيه بيقول لك كيو ار اس كلها فنتريكولار كونتراكشن وما تصدعش دماغك ده يعني ايه وده يعني ايه وده يعني. السؤال هي اسمها كيو ار اس كومبلكس ولا كيو ار اس ويف؟ كومبلكس ليه؟ لان هي مش ويف واحده، 3 ويف. البي تسمى بي ويف لان هي ويف واحده بس. انما الكيو ار اس بتسمى كيو ار اس كومبلكس لان هي 3 ويف. انا لقيت عند مريض تاني الكيو ار اس عامله كده. يبقى الراجل ده عنده ايه؟ الراجل ده مشكلته واضحه قوي. طبيعي ازاي يا جدع؟ هو شوف لي الطول كده بتاع الار دي وبتاع الار دي. قصيره صح. يبقى ايه اللي حصل في الراجل ده؟ عنده مشكله فين؟ في الفنتريكل. عنده مشكله ايه في الفنتريكل؟ قوه الفنتريكل مالها ضعيفه. هو الجهاز رسم الويف اللي كانت بتحصل في الفنتريكل قصيره. يبقى الكهرباء اللي بتحصل في الفنتريكل قويه ولا ضعيفه؟ ضعيفه. اسال نفسي سؤال، ايه المرض اللي ممكن يخلي كهرباء الفنتريكل قويه تبقى ضعيفه بالمنظر ده؟ هارت فيلير. واحد الكونتراكتيليتي بتاعته القوه عامله كده ضعيفه. يبقى الراجل ده عنده ايه؟ عنده هارت فيلير، عنده كارديوميوباثي، عنده اي حاجه بتخلي الفنتريكل ما يضربش بقوه، يضرب ضعيف. انا لو في واحد مثلا الاي سي جي بتاعه الكيو ار اس بتاعته قصيره كده، يبقى الراجل ده عنده ضعف في عضله القلب، ممكن يبقى هارت فيلير. صح؟ طب ايه رايك في العيان ده؟ ادي بي. الراجل ده عنده ايه؟ الاول هو زياده في القوه، يعني في كهرباء زياده في الفنتريكل، يعني ممكن زي ما انت قلت يبقى في فنتريكل هايبرتروفي. صح. ايه تاني؟ لو الراجل ده ضغطه عالي مثلا. يعني ايه ضغط عالي؟ يعني الضغط في الاورطه في الدم في الشرايين عالي، والفنتريكل دوره انه يطلع الدم من القلب للجسم. الجسم فيه ضغط عالي قوي. فانا كفنتريكل عشان اطلع الدم للضغط العالي ده هعمل ايه في نفسي؟ هزود قوتي عشان اقدر اتكيف او ازق الدم قصاد الضغط العالي ده. فلما انا كفنتريكل ازود قوتي، الجهاز يرسمني ازاي؟ طويل قوي كده. صح؟ بلاش. واحد عنده دي في الصمام اورتك مثلا، الصمام الاورطي. الصمام ده اللي هو ايه؟ الفتحه اللي بتخلي الدم يطلع من البطين للشريان. الصمام ده كان ضيق قوي كده، ستينوزس. فتخيل الفنتركل عشان يطلع الدم اللي جواه للجسم بس من بوابه ضيقه قوي 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 كده، هيعمل ايه وهو بيزق؟ هيزود قوته وهو بيزق. صح؟ فممكن ده يبقى اسمه اورتيك ستينوزس او هايبرتنشن. يبقى ممكن واحد رايح يكشف عند الدكتور عمل له اي سي جي في العياده، الاول عمل له الجهاز ده، عمل له الاي سي جي ده، لقاه ضغطه عالي.
ضغطك عالي، خد علاج يقلل الضغط بتاعك وقلل الاكل بتاعك وحافظ واعمل والكلام ده. الراجل طنش. بعد شهر الدكتور عمل اي سي جي لقى بالمنظر ده، يبقى الراجل تحول من الهايبر تنشن فقط لكومبليكيشن اسمه هارت فيلر. الدكتور اللي واقف في العياده ساحر، عرف ان القلب فيه هايبر تنشن وبعدين هارت فيلر من مجرد جهاز، من غير ما يفتح صدر العيان. منين؟ من فهمه لاي سي جي. يعني ايه كيو ار اس عاليه ويعني ايه كيو ار اس قليله، وده يبقى ممكن يبقى ايه بالظبط. لحد دلوقتي حد مش فاهم حاجه. طب هو يا دكتور هيفرق ما بين الهايبرتنشن والاستنوزس بمجرد ان هو بص على سي جي بس؟ حلو السؤال ده بقى. معنى الكلام ده ان انا لازم اعمل حاجات تانية مع الاي سي جي يا جماعه. الاي سي جي ممكن يكونفيرم التشخيص بتاعي، وممكن احتاج حاجات معاه عشان اشخص العيان ده، لان ممكن الرسمه تبقى فيها دايفرنشال دايجنوزس، كذا تشخيص. يعني لو العيان ده مثلا عمل اي سي جي بعدين عمل حاجه اسمها ايكو، الدكتور شاف الاورتيك ستينوزس فعلا قدامه، يبقى كونفيرمد اورتيك ستينوزس. لقى بيقيس الضغط العيان لقى 180 90، يبقى العيان ده ماله؟ هايبرتنشن. هايبرتنشن. انا بس بفهمك قوه الاي سي جي، ولكن ساعات بحتاج اقيس حاجات تانية معاه عادي. فاضل اخر واحده اللي هي بتاعت مين؟ مش انت قلت لي الكيو ار اس فنتريكولار كونتراكشن؟ مش الكونتراكشن ده لازم له ريلاكسيشن او ريبولاريزيشن؟ يبقى بعد كده هيحصل ويف اسمها تي ويف، بتمثل الفنتريكولار ريبولاريزيشن. في هنا 3 اسئله لازم يتسالوا. ايه هم ال3 اسئله؟ انا قلت لك البي ويف معناها ايه؟ معناها اتريال كونتراكشن، صح. الكيو ار اس معناها ايه؟ فنتريكولار كونتراكشن. التي ويف فنتريكولار ريلاكسيشن. مش ملاحظ ان في حاجه ناقصه؟ صح. الاتريال ريبولاريزيشن الجهاز ما رسمهاش ليه؟ يعني كان المفروض يبقى فيه اتريال كونتراكشن واتريال ريبولاريزيشن وفنتريكولار كونتراكشن وفنتريكولار ريبولاريزيشن. ليه رسم 3 حاجات بس كده؟ قال لك لان في نقطه وقت تبقى ما سريعة فما بيلحقش يرسمها. لا، مش ما يلحقش يرسمها، هي بتحصل في وقت حاجه من دول. الاتريال بتحصل في وقت ريبولاريزيشن الفنتريكول. بالظبط. الاتريال ريبولاريزيشن بيحصل في وقت قوه الفنتريكل ريبولاريزيشن. يعني لما ده يريح ده بيكونتراكت. مش انا قلت لك ما ينفعش الاثنين يكونتراكت في وقت واحد؟ قلت لي يبقى لما ده بيكونتراكت ده بيريح. لما الاتريم بيريح الفنتكل ساعتها بيكونتراكت. فعايز اسالك سؤال، لما الكيو ار اس بتحصل فنتريكولار كونتراكشن وفي نفس الوقت الاتريم بيريح، الجهاز يهتم بمين؟ قوة أكتر. كونتراكشن. الأقوى. يبقى كده رسمه التريحه بتاعت البي ويف ما اترسمتش ليه؟ لانها كانت بتحصل في نفس وقت الفنتريكولار كونتراكشن. فعشان كده لحد دلوقتي ما حدش يعرف التريحه بتاعت الاتريال كونتراكشن دي مرسومه ازاي ولا اترسمتش اصلا. ما حدش يعرف شكلها عامل ازاي. يبقى بقى عندي بي ويف اتريال كونتراكشن، كيو ار اس فنتريكولار كونتراكشن، تي ويف فنتريكولار ريبولاريزيشن. السؤال الثاني كان هو بعد ما الجهاز يرسم التي ويف يا جماعه هيرسم ايه تاني على الورق؟ هيبدأ تاني دورة جديدة، الاس اي نود هيبدأ تاني. يعني هيرسم هيقعد فتره كده فاصله، بعد يرسم بي كيو ار اس تي، صح؟ يبقى اذا دي الرحله اللي ما بين الاس اي نود لحد اخر الفنتريكل خالص في البوستيريور سايد. يبقى دي كده الرحله كهربيا حركيا بتساوي 1 بي. يبقى الحركه الواحده تمثلت في الشكل ده على الاي سي جي. يبقى لو كنت موصل الجهاز على القلب لمده دقيقه، الجهاز هيطبع لي الشكل ده كام مره بالظبط؟ يا 60 يا 90 على حسب الهارت ريت بتاع العيان، صح كده؟ صح كده. يبقى الاي سي جي قدامك هتلاقيه عامل المنظر ده بس متكرر. السؤال الثالث، دي كده ventricular depolarization، والتي ويف دي مالكش دعوه اترسمت لفوق ازاي
هقولها لك في الاريزم يا قدام، مش مهم عشان ما تلخبطكش دلوقتي. ده ventricular depolarization وده ventricular repolarization. صح صح. خلي بالك هم مرسومين ورا بعض على طول ولا في فاصل بينهم؟ طيب هو في فاصل ليه؟ هو انا لما شرحت لك في الاول قلت لك الموجب بيخش جوه يحصل ديبولاريزيشن بعدين يطلع بره يحصل ريبولاريزيشن، هل انا قلت لك ان في فرق بينهم؟ لا. فالمفروض الجهاز يرسم ادي بي ادي كيو ار اس سي تي، لان الديبولاريزيشن بتاع الفنتريكل بيحصل على طول وراه الريبولاريزيشن. صح صح. ليه هنا في فرق ما بين الديبولاريزيشن والريبولاريزيشن؟ الفرق ده بيسموه الاس تي سيجمنت، ودايما الفرق ده بيبقى عباره عن خط مستقيم. ايه الفرق ده وليه اترسم؟ ليه حصلت ما بين في النص ما بين الديبولاريزيشن والريبولاريزيشن؟ ممكن وليه مثلا عشان ديت الجهاز وليه ديت بيشخصوا منها معظم امراض القلب والجلطات؟ اشمعنى يعني؟ هي دي مهمه قوي كده. ايه هي بقى دي واترسمت كده ازاي؟ هقول لك، ركزوا معايا هنا قوي قوي والنبي، عشان ايه؟ انا هشرح حاجه معقده شويتين، هحاول اوصلها بابسط طريقه ممكنه. اسمعوا عن كلمه اكشن بوتنشال، صح؟ شفت الدكتور اللي بيقول لك الاكشن بوتنشال في الخليه لما يحصل اكشن بوتنشال؟ اكشن في البوتنشال، حصل اكشن في البوتنشال، اكشن في البوتنشال، عشان كده سميت اكشن بوتنشال. اللي هشرحه ده هو ده الاكشن بوتنشال. اكشن بوتنشال يعني ايه؟ فاكر لما قلت لك ان ادي الخليه اهي وبره شحنه موجبه وجوه شحنه سالبه. خلاص؟ قلت لك الخليه دي مالها؟ ريلاكسيشن. ريلاكسد، مريحه. طيب. لما قلت لك الاشاره العصبيه بتيجي عشان تدخل الموجب جوه يحصل ديبولاريزيشن، صح؟ صح. هو الموجب اللي بره اصلا في الخلايا ده عباره عن ايه؟ والسالب اللي جوه في الخلايا ده الشحنات دي عباره عن ايه؟ عباره عن معادن، صح؟ ايونات. يعني الموجب اللي بره ده عباره عن صوديوم. صوديوم. في موجب بره موجود جوه بره الخلايا برضه اسمه كالسيوم. يبقى الصوديوم والكالسيوم طبيعي موجودين بره الخليه واخدين شحنه موجبه. يعني لو احنا كده قاعدين انا وانتوا في اوضه، لو احنا الاوضه دي اعتبروها خليه، يبقى اللي بره في الشباك موجب اسمه صوديوم وكالسيوم. تمام تمام. البوتاسيوم بتاعي موجود جوه الخليه ولا بره الخليه؟ جوه الخلية. اوه موجبه ولا سالب. موجب. لا موجبه. موجب. بس جوه الخليه في بروتينات سالبه كتير. يبقى المحصله جوه الخليه موجب ولا سالب؟ سالب. سالب. لو احنا قاعدين جوه الخليه كلنا، بس انا بوتاسيوم موجب لوحدي وانتوا كلكم سالب، يبقى الاكثر جوه الخليه سالب. يبقى احنا دلوقتي احنا قاعدين جوه اوضه، احنا اسمنا خليه، انا بوتاسيوم موجب وانتوا معايا سالب، يبقى الخليه جواها اكتر سالب، وبره في الشباك واقف الصوديوم والكالسيوم واخدين شحنه موجبه. احنا كده خليه مريحه. لحد هنا في مشكله؟ لا تمام. تمام. ماشي. لو البرين بقى عايز يحركنا هيعمل ايه؟ هيعمل لنا ديبولاريزيشن، صح؟ يعني الديبولاريزيشن ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان الموجب بندخله هيبدأ جوه يدخل الخليه. جوه الخلايا. صح صح. يعني الاشاره العصبيه اللي بتيجي دي لما انا قلت لك كده بصوره عامه بتدخل الموجب جوه، هتفتح بوابه للصوديوم اسمها صوديوم تشانل. هتفتح الشباك يعني من الاخر للصوديوم ان هو يخش جوه الخليه. فلما الصوديوم يا جماعه اللي هو موجب يخش جوه الخليه، الموجب جوه يعمل ايه في الخليه؟ هيزيد. يكتر. فلما الموجب في الخليه يزيد، لو الخليه ده الخط بتاعها اهو وخليه واقفه هنا اهي مريحه خالص، لما الموجب يخش جواها كده الخليه يحصل فيها ديبولاريزيشن كده، بتطلع لفوق ليه؟ بتنط ليه كده؟ لان في موجب كتير داخل لها كهربها عمل لها ديبولاريزيشن. خلاص معايا؟
يبقى عشان الخليه تكتسب شحنه موجبه وتتحرك، الاشاره العصبيه بتروح فاتحه الصوديوم تشانل، مدخله الصوديوم الموجب جوه الخليه، فالموجب جوه بيكتر فيحصل ديبولاريزيشن. طب حلو، الخليه قعدت تعمل ديبولارايزد كده، تتحرك 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 لحد ما جت عند نقطه قالت لي يا جماعه كفايه كده حركه، انا تعبت، عايز ابدا اريح. اريح يعني تعمل ايه في الموجب اللي كتر ده؟ تخرجه بره تاني. حلو، تخرجه بره تاني. راحت الخليه قايله للصوديوم ايه؟ بص يا عم الصوديوم، انت كتر خيرك، دخلت لنا عملت لنا كهرباء قلبان، احنا عايزين نريح بقى، اتفضل اعمل ايه؟ اطلع من المكان اللي انت جيت لنا منه. قال لها اسف، الباب اللي دخلت منه ده دخول فقط، يعني انا ادخل لكم بس اخرج منه ما اعرفش. طب ايه الحل دلوقتي يا جماعه؟ الموجب بتاع الصوديوم جوه كتير، واحنا كخليه محتاجين نريح، يعني محتاجين نطلع الموجب ده بره، والموجب بيبلطج على الصوديوم، بيبلطج عليه، بيقول لي مش هعرف اطلع لان الباب كان مش عارف ايه. طب ساعتها الخليه تتصرف ازاي؟ هنفتح قناة تانية يخرج منها. بس تفتح قناه تانيه ليه؟ ممكن قناة نخرج بقى يخرج منها. الموجب. لا، الخليه يهمها ايه؟ الخليه يهمها ان موجب يطلع بره الخليه وخلاص، ايا كان الموجب ده مين. طلع البوتاسيوم. هتطلع بوتاسيوم. فتيجي على مين بقى اللي بتاعها هو؟ بوتاسيوم. بوتاسيوم. فتروح قايله للبوتاسيوم ايه؟ والنبي يا عم بوتاسيوم انت شحنتك موجبه، والصوديوم ده عامل لي قلبان مش عايز يطلع، فبعد اذنك انا هفتح لك بوابه اسمها بوتاسيوم تشانل عشان انت كموجب تخرج منها. فلو البوتاسيوم الموجب خرج بره الخليه، الخليه تحصل فيها ايه؟ تبدا تهدى تاني في المجهود بتاعها، يبدا يحصل لها ريبولاريزيشن كده. خلاص، خلي بالك الرسمه دي مش زي دي، انا بس برسم لك ده عشان اوضح لك الصوره، ما تربطش دي بدي خالص، خليك هنا بس. فلما الصوديوم كان بيخش جوه الخلايا كانت بتتحرك لفوق كده، كانت بتنشط. لما البوتاسيوم الموجب كان بيخرج براها، كانت الخليه مالها؟ بتريح. لو كنا فضلنا على كده يا جماعه، كان عشان تدخل الموجب جوه وتحرك الخليه دخل لها صوديوم، عشان تريح الخليه وتخليها ترتاح من الموجب خرج البوتاسيوم منها، وكانت العمليه سهله وما كانش فيه اي صعوبه. بس ازاي؟ لازم يبقى فيه خازوق في كل حاجه. قال لك الكلام ده مش بالسهوله دي. ليه يا عم الحاج؟ قال لك لما البوتاسيوم كان بيخرج الراجل المحترم عشان يريح الخليه ويخلينا نرتاح ونخلص، في كلب واقف بره موجب شاف العمليه دي بتحصل، قال لك هو انا ابن الغساله يعني انا ماليش دور في القصه دي، هو انا ككالسيوم يعني حرف واحد والصوديوم حرفين عشان يخش وانا افضل بره؟ طقت في دماغي بقى وعايز اخش الخلايا انا كمان. ففي وقت معين كده والبوتاسيوم ده بيطلع، الكالسيوم اللي هو شحنته موجبه حب يخش جوه الخليه. فساعتها ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ شحنه موجب بوتاسيوم بتطلع، يقابلها الناحيه الثانيه شحنه كالسيوم موجب بتخش. سؤال، هتحصل الخليه فترة هنا، ثبات. الخليه فترة هنا ثبات بقى. هتعمل ايه؟ فتره ثبات. يعني ايه؟ يعني اللي هتعمل هنا ديبولاريزيشن ولا ريبولاريزيشن. ليه؟ لان البوتاسيوم موجب بيخرج بيعمل ريبولاريزيشن، في نفس الوقت في كالسيوم موجب بيخش بيعمل ديبولاريزيشن. فبالتالي الخليه واقفه، اللي هو اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه، تفضل واقفه ثابته كده، بيسموها فتره ثبات او بلاتو فيز. فتره ثبات ما بين الديبولاريزيشن والريبولاريزيشن اللي هيحصل دلوقتي. فالخلايا تفضل واقفه كده باصه للاثنين اللي عاملين يلعبوا فيها دول. بعد كده اللي بيحصل، الكالسيوم الدنيا بتقف عنده خالص ويتقفل عليه خلاص، ربنا يهديه. فكده الموجب اللي كان بيخش من الكالسيوم ده بيقف، والبوتاسيوم المحترم بيطلع بره الخليه علشان يريحها.
فبالتالي الموجب اتقفل عليه من ناحيه وخرج منه من الناحيه الثانيه، فهيحصل ايه في الخليه؟ كومبليت ريبولاريزيشن لتحت. يبقى عشان تكهرب خليه موجب يخش من بره يزود الموجب جواها، كتر عايزين نخرجه ما ينفعش يخرج، باجي عند البوتاسيوم بتاع الموجب اخرجه بره، فالخليه تبدا تريح شويه كده، بعدين يحصل فتره ثبات لان الكالسيوم بدا يخش في نفس الوقت اللي البوتاسيوم فيه بيطلع، بيحصل تعادل ايزو الكتريكال بيريود، تعادل في الشحنات. بعد كده الكهرباء الموجب بتاع البوتاسيوم يبدا يخرج كله، والكالسيوم ربنا يهديه ويتقفل عليه، فيحصل كومبليت ريبولاريزيشن. يبقى ايه اللي حصل هنا؟ يبقى الاس دي جت منين؟ جت فتره تعادل ما بين الكونتراكشن اللي حصل والديبولاريزيشن نتيجه دخول الصوديوم، وحصل فتره تعادل اللي الخناقه كانت بتحصل ما بين الكالسيوم والبوتاسيوم، وحصل كومبليت ريبولاريزيشن لما البوتاسيوم كله خرج. يبقى العمليه بتتم كالاتي: ديبولاريزيشن، فتره تعادل، ريبولاريزيشن. هي دي بقى الاكشن بوتنشال. انا شرحت لك اللعبه دي كلها عشان اقول لك ليه الاس دي سيجمنت دي موجوده اصلا، وموجوده خط مستقيم ليه؟ ثانيه واحده، من الكلام اللي انتوا فهمتوه ده يا جماعه، هو ساعات بيقول لك من ضمن الانديكيشن بتاعت الاي سي جي ان احنا ممكن نقيس الالكترولايت امبالانس. قال لها ايه جاب الكهرباء للقلب للالكترولايت امبالانس اللي موجوده في دمك؟ ايه علاقه الاي سي جي بده؟ او بسبب الحته دي. فلما اقول لك عيان عنده، اسمع كده، عيان عنده هايبر كاليميا، نبضه يزيد ولا يقل؟ انا اسف في السؤال ده بس معلش عايز اساله. واحد عنده هايبر كاليميا يعني البوتاسيوم بتاعه زايد، نبضه يزيد ولا يقل؟ حلوه. بصوا يا جماعه كده، البوتاسيوم كان بيخرج بره الخلايا بيعمل فيها ايه؟ عايز يريحها، ما هي فيها حلو، عايز يريحها يعني يعمل ريبولاريزيشن. والكالسيوم كان بيخش يعمل ديبولاريزيشن. الاثنين كانوا راجل لراجل كده، ما حدش كان بيأثر على الثاني، فما فيش مشكله. لو انا زودت البوتاسيوم عند العيان ده، فايه اللي هيزيد في الخناقه؟ البوتاسيوم. والبوتاسيوم كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل ريبولاريزيشن. انا لو زودت البوتاسيوم ايه اللي هيحصل اكتر في القلب؟ الريبولاريزيشن براديكارديا. يعني تريحه كتير، يبقى هارت ريت ايه؟ براديكارديا. قليل. عشان كده زمان لما كانوا بيعدموا واحد كان يديله شوط بوتاسيوم كده، نبضه يقل 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 يروح ميت. طب واحد عنده هايبر كالسيميا، يزيد نبضه ايه؟ يزيد. ليه؟ لان الكالسيوم كان بيخش عايز يعمل ايه؟ يكهرب الخليه. بيقول لك لو انت بتدي في العنايه الكترولايت اديها ببطء وعلى محلول. اشمعنى؟ لان انت بتدي حاجه بتلعب في شغل القلب، لو قومت حاجه على حاجه هيحصل له كاردياك ارست في ساعتها. فليه قال لك ادي المحاليل ببطء؟ لان انت بص المحاليل بتعمل ايه. تمام. ده في حاجه انقح من كده. ايه هي؟ هل انا ممكن اشخص الالكترولايت امبالانس من غير ما اسحب عينه من الدم واحللها؟ ازاي؟ من الاي سي جي. ازاي برضه؟ ايه رايك انا ممكن اشخص الهايبر كاليميا من الاي سي جي ازاي؟ سؤال صعب شويه بس انتوا ممكن تجيبوه. واحد عنده هايبر كاليميا، هشوف ايه في الاي سي جي يقول لي ان ده عنده هايبر كاليميا؟ ممكن، بس في حاجه اوضح. ايه هي؟ تقول لي هي التي ويف دي بتعبر عن ايه؟ اقول لك يعني بتعبر عن الفنتريكولار ريبولاريزيشن، صح؟ طب لو لقيتها كده يبقى الريبولاريزيشن هنا ماله؟ حصل كتير وفي وقت كتير. يبقى لما الاقي تي ويف اللي هي فنتريكولار ريبولاريزيشن كتيره، مين اللي مسؤول عن الفنتريكولار ريبولاريزيشن في القلب؟ مين المعدن اللي مسؤول عن كده في القلب؟ بوتاسيوم. لما الاقي التي ويف اللي هي فنتريكولار ريبولاريزيشن كتيره يبقى اللي مسؤول عنها كتير. يبقى لو شفت حاجه اسمها تولد بيك دي تي ويف على الاي سي جي، الراجل ده عنده هايبر كاليميا.
كنت بستعجب قوي لو انا شغال في العنايه وبشتغل CPR واحنا شغالين على الحاله عشان نعرف ايه سبب الكاردياك ارست، الاقي واحد دكتور شاطر شاف الECG كده، الراجل ده يا جماعه عنده هايبر كاليميا، اديله مش عارف ايه كذا كذا. لا اتجنن انا بقى، ازاي الراجل ده عرف ان الراجل ده عنده هايبر كاليميا من جاست ECG وما استناش التحاليل والكلام ده؟ انا دلوقتي فهمت كان ليه عنده هايبر كاليميا ولقطها منين. ليه؟ لانه كان فاهم يعني ايه ECG.